السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو اللي اتطلب مني كتير كتير جدا جدا آن الاوان ان انا اعمله. انا هقول لكم ايه اللي كان مأخرني برضو ان انا اصور لكم الفيديو. تعالوا بقى شوفوا القمر دي لما تشتروها من اي مطعم او اي مكان هتكلفكوا قد ايه؟ قولولي بقى هتكلفكوا قد ايه. انا بقى عندي في القناة مش هتكلفك غير لايكات. اعملي لايك لو اول ما تشوفي الفيديو اعملي لايك عشان الفيديو يترفع وغيرك يشوفه. القناة رتشها واقع خالص، فساعدوني كده ان هي تقوم تاني زي الاول، وليكوا مني بصوا ههيصكوا كده. تعالوا بقى نشوف مقادير البيتزا. عندي كوباية مية، معلقتين سكر وكيس خميرة، وهدوبهم مع بعض كده وهحطهم على جنب. دي اول خطوة. هجيب البولة بتاعتي هحط فيها 3 كوبايات دقيق. في الوصفة كلها هستخدم 4 كوبايات دقيق. 3 كوبايات دقيق عليها معلقتين لبن بودر ومعلقة ملح، وهحط كوباية زبادي وبيضة وربع كوباية رايب، لبن رايب او لبن عادي. انا في المشروع بتاعي كنت بستخدم لبن عادي، مفيش ولا مرة حطيت رايب في العجينة خالص. بس المرة دي طلبت من جوزي ان هو يجيب لي لبن، ما جابليش لبن، جاب لي لبن رايب، فقلت مش مشكلة. حطيت ربع كوباية اللبن الرايب، وحطيت الخميرة بعد ما اتفعلت ونزلتها على العجينة وقلبتها كده شوية. واخر مكون معايا هحطه معلقتين الزيت، هنزل بمعلقة هلم بيها العجينة. الزيت يا جماعة بيتحط اخر حاجة تلمي بيه العجينة، ومش بتحطي في المقدار اكتر من معلقتين 3 زيت. اكتر من كده العجينة بتاعتك هتخرز معاكي ومش هتستوي خالص من قلبها من جوه. مدة العجن، قلنا ان مدة العجن مهمة جدا في اي معجنات. البيتزا مهم جدا جدا ان انتي تخدميها كويس قوي وتطلعي العرق من الدقيق. كل ما هتعجني اكتر كل ما هتاخدي نتيجة احلى. تعرفي منين ان انتي خدتي نتيجة احسن؟ لما لون العجينة يفتح معاكي. كل ما لون العجينة يفتح معاكي درجة تعرفي ان انتي اخدتي احسن عجينة. هتطلع معاكي بيتزا ناجحة جدا. المقدار اللي انا عملته ده هيعمل لك 3 بيتزات وسط او 2 كبار. مهم جدا برضو واحنا بنعجن ان احنا نريح العجينة بتاعتي. انا حطيتها كده على المفرش السيليكون وغطيتها بالبولة وسبتها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده هكمل عجن فيها وهقسمها بقى. ملمسها بيبقى ناعم وملزق شوية في سن التلزيق. هسيبها بقى في البولة بتاعتي كده تختمر، ونزلت عليها بالمعلقة التانية من الزيت. هنا بعد ما اختمرت ما شاء الله اللهم بارك، يعني عملت لي كمية حلوة خالص. الكمية دي هتعمل لك 3 بيتزات وسط او 2 كبار زي ما انا قلتلك قبل كده. انا قسمتها على جزئين وهعملها معاكم دلوقتي. شايفين ملمس العجينة عامل ازاي؟ لما تلاقي العجينة بتلزق معاكي اخدميها كويس، اعجنيها كويس، ولا تزودي دقيق ولا تزودي زيت ولا تزودي اي حاجة. المقدار اللي انا عطيهولك مقدار ناجح جدا، انا مجرباه اكتر من مرة. طعم العجينة بيبقى غني جدا، غير بقى المطاعم ما بيبقى عاملينها بدقيق ومية بس وبتبقى ناشفة ومش مفيدة ومش مغذية، عجينة بس توجع البطن. انما هنا احنا حاطين فيها كذا حاجة مغذية، كذا حاجة مفيدة، علشان لو اولادك مش بياكلوا البيض، مش بيشربوا اللبن، مش بياكلوا الزبادي، كل الحاجات دي هتغذيهم. انا بدأت افرد العجينة عندي كده على المفرش. ده السمك المطلوب، ما تخنيهاش اكتر من كده ولا ترفعيها. لو رفعتيها هتنشف معاكي، ولو تخنتيها عن كده هتقلب معاكي عيش. انا كنت بعمل الصينية دي محشية الاطراف، فدي الطريقة البسيطة المعتادة جدا، اسهل ما في الكون لحشو الاطراف. لو ما عندكيش بقى موتزاريلا صوابع عادي ممكن تحطي موتزاريلا مبشورة. انا كنت حاطة ميكس هنا، موتزاريلا ورومي مع بعض. وهبتدي اقفل كده الجوانب زي ما انت شايفة. هظبط بقى العجينة بتاعتي. عايزة اقول لكم حاجة بقى على صلصة البيتزا. اولا مفيش مطعم بيعمل صلصة بيتزا مخصوص،
بيحطوا كاتشب، ومش كاتشب الاكياس اللي احنا متعودين عليه ولا على طعمه، لا بيحطوا كاتشب اللي هو السايب ده. دي برضو حاجة عرفتها اثناء شغلي. الحاجة التانية برضو ان هما مش اغلب المطاعم، يعني مش كل المطاعم علشان مظلمش حد، اغلب المطاعم مش بيعجنوا، بيبقوا جايبين عجينة جاهزة. دي برضو حاجة من الحاجات اللي بتوفر لهم شوية. هنا بقى حطيت الكاتشب، ما عملتش صلصة بيتزا مخصوص، يعني انا حطيت كاتشب عادي وبيطلع طعمه تحفة جدا. نزلت بقى حطيت شوية جبنة، وحطيت بصل، طماطم، اي بقى حشو انت تحبيه. انا كان عندي بانيه هنا فحطيته بالشكل اللي انت شايفاه ده. البيتزا هدخلها الفرن على الشكل ده، خلاص مش هحط الجبنة غير بعد 10 دقايق. ادخليها الفرن 10 دقايق، وبعد ما تطلع انا كده كنت دخلتها الفرن 10 دقايق وطلعتها من الفرن. حطيت الجبنة وحطيت رشة زعتر على الجبنة وغطيتها. مهم جدا برضو من نجاح البيتزا ان انتي بعد اول ما تطلع من الفرن على طول غطيها 10 دقايق. هيساعدك ان العجينة او البيتزا نفسها تبقى طرية، والجبنة تمط معاكي. هنا بقى كنت بعمل الصينية التانية، هعملها عادية مش فيها حشو في الاطراف ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم العجينة كانت تحفة معايا، تحفة بجد. يعني جربوها واكتبولي في الكومنتات او على البيج صفحة الفيسبوك، هسيب لكم اللينك في البايو برضو. اكتبولي لما تجربوها نجحت معاكم بنسبة كام في المية. وحاجة مهمة جدا من نجاح البيتزا التسوية، لازم تدخل على فرن سخن جدا، يعني درجة حرارة 200. مش بتكمل بقى حاجة خالص، يعني احلى حاجة في البيتزا ان التسوية بتاعتها مش بتكمل 5 دقايق. ما تحرقيش الجبنة خالص تحت الشواية، خليها باللون الفاتح زي ما هتشوفيها في اخر الفيديو معايا علشان تمط معاكي. لو انت بتشتكي ان الجبنة مش بتمط معاكي فبلاش تحمريها تحت الشواية كتير. ده بقى شكلها النهائي بعد ما طلع من الفرن. تعالوا بقى شوفوا القمر. القمر لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو ما تبخليش عليا باللايك الدعم بتاعي، واكتبي لي كومنت حلو كده زيك، واكتبي لي رأيك في الفيديو. ولو انتي بتعمليها بطريقة تانية وبتطلع معاكي ناجحة زي كده بالظبط اكتبي لي برضو. احنا بنتعلم من بعض، مش معنى ان انا اشتغلت فيها او ان انا عملتها اكتر من مرة او بعملك فيديو ان انا بقولك ان انا استاذة فيها. بالعكس احنا بنتعلم من بعض، انا بتعلم منكم انتوا بتتعلموا مني. وده الشكل النهائي. عايزة اقولكوا كانت خطيرة خطيرة خطيرة. بس الجبنة بصراحة ما عجبتنيش خالص، مش زي الجبنة اللي انا كنت بشتغل بيها. الجبنة اللي انا كنت بشتغل بيها يعني اختفت، مش عارفة اختفت من السوق، دورت عليها كتير، وده كان السبب الرئيس ان انا اتأخرت في تنزيل الفيديو او في عمل البيتزا، ان انا ما كنتش لاقيه الجبنة اللي انا كنت بشتغل بيها. فجبت بقى النوع المتوفر اللي لقيته بصراحة، بس ما عجبتنيش خالص خالص خالص. ما فيهاش اي مطة يا جماعة خالص. زي ما انتوا شايفين انا عملت كل حاجة صح. البيتزا الموتزاريلا ما بتمطش خالص، كمان كان طعمها عادي خالص، يعني ما فيش اي طعم ليها نهائي. فلو عايزة جبنة حلوة او تديكي نتيجة حلوة جدا في البيتزا، انا كنت بستخدم جبنة جرينلاند اللي هي 2 كيلو، مش اللي هي في الماركت الصغيرة وكده. بالعكس 2 كيلو هتقعد معاكي اكتر، موفرة اكتر. فلو متوفر او في متناول ايدك هاتيها، احسن كتير من الاكياس اللي هي النص كيلو. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومة وقلت لكم كل الاسرار والتكات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واعملوا لي كومنت حلو كده يعرفني ان انتوا شفتوني، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.